السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حكاية كروشيه. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين هننفذ مع بعض المفرش ده. مفرش سهل جدا جدا وشكله جميل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. المفرش ده أخد معايا حوالي 56 جرام واداني قطر حوالي 35 سنتي. هنشتغلوا مع بعض النهاردة إن شاء الله خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ أحب أفكركم إن ده مش أول مفرش نشتغله مع بعض. احنا اشتغلنا مجموعة متنوعة من المفارش على القناة قبل كده. اللي لسه ما شافش الفيديوهات بتاعة المفارش اللي اشتغلناها مع بعض هيلاقي قائمة تشغيل دلوقتي في الدائرة البيضاء على الشاشة اسمها مفارش متنوعة، وكمان هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. وقبل ما نبدأ كمان اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ترى مستني ايه؟ تحت الفيديو في زرار احمر مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، ندوس عليه هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار منه الكل علشان اي فيديو جديد ينزل يجيلنا اشعار بيه. واتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. وهستنى اشوف تطبيقاتكم على جروب القناة، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. ولو عندكم اي سؤال او في اي حاجة ما كانتش واضحة اكتبولي في الكومنتات تحت. وكمان احب اعرف رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانا النهاردة ان شاء الله هشتغل بخيوط ديفا بلس من شركة أليز. طبعا دي خيوط غنية عن التعريف وحلوة جدا جدا في المفارش، واشتغلنا بيها مع بعض اكتر من مفرش وكانت نتيجته روعة في الشغل. وهستخدم مع الخيط ده إبرة ألومنيوم رقم 4، وهحتاج لمقص، وهحتاج إبرة التنظيف. لكن طبعا انت مش لازم تلتزم بنفس نوعية الخيط اللي انا بشتغل بيها، ممكن تشتغلي نفس الخطوات على اي خيط موجود عندك مع الابرة المناسبة ليه. اول حاجة هعملها هبتدي ان انا اعمل دايرة سحرية. هسيب مسافة من الخيط، هلف حلقة على الهواء بالشكل ده، هدخل بالابرة جوه الحلقة، اخلي الابرة فوق الخيط بالشكل ده واسحب الخيط كده. وبعدين هعمل سلسلة عشان اقفل على الدايرة، واتأكد ان طرف الخيط القصير ماشي معايا جوه الدايرة. السطر الاول هعمل ايه؟ هبتدي ان انا جوه الدايرة السحرية دي اكون 12 غرزة حشو. غرزة الحشو بعملها ازاي؟ هدخل كده جوه الدايرة السحرية، اخد من الخيط واطلع معايا حلقتين، هاخد من الخيط واطلع منهم. دي كده اول غرزة حشو. 2 3. لو مش عايزة ان انت تبدأي بدايرة سحرية هتعملي 5 سلاسل وتقفليهم بمنزلقة، وبعدين ترتفعي سلسلة وتعملي 12 غرزة حشو. انا كده عملت 3 4 5، هكملهم 12 وارجع لكم. خلصت ال 12 غرزة حشو اهم زي ما احنا شايفين. هبتدي دلوقتي ان انا امسك الطرف القصير ده بتاع الدايرة واشده كده عشان هقفل السنتر بتاع الدايرة. بعدين هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها بالشكل ده. بعدين اشد ده كده عشان اقفل الدايرة. قفلت معايا اهي. لكن لو كنت بدأتي ب5 سلاسل وقفلتيهم بمنزلقة كانت هتطلع معاكي فيها فراغ مش مقفولة زي كده. السطر التاني هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارتفع 2 سلسلة، 1 2، ودول الارتفاع انا مش هحسبهم معايا غرزة ولا اي حاجة. هبتدي ان انا الف القطعة الابرة، وفوق كل غرزة حشو من ال12 هعمل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة. العمود بلفة بعمله ازاي؟ الف الخيط على الابرة زي كده، هدخل في نفس المكان اللي انا قفلت فيه، اخد من الخيط واطلع معايا 3 حلقات، اخدهم حلقتين في حلقتين. وده كده اول عمود بلفة معايا في السطر. ندخل كده في نفس المكان ونعمل العمود بلفة التاني. بعدين هلف الخيط على الابرة وعلى غرزة الحشو اللي جاية هدخل كده واعمل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة، 1 في نفس المكان اهو، 2 على غرزة الحشو اللي جاية هدخل كده واعمل 2 عمود بلفة
في نفس الغرزة بالشكل ده. وهفضل ان انا على كل غرزة حشو هعمل 2 عمود بلفة في نفس الغرزة لحد ما اخلص كل غرز الحشو اللي عندي. خلصت السطر التاني، وزي ما انتوا شايفين شكله اهو بقى معايا 24 عمود. هقفل فين؟ ماليش دعوة خالص بالسلسلتين دول، هدخل كده تحت الحلقتين بتوع اول عمود واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. السطر التالت هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة. هعمل كمان سلسلة مسافة بين الاعمدة، يبقى انا كده كله ارتفعت 4 سلسلة. هبتدي ان انا الف الخيط على الابرة، وعلى العمود اللي جاي هدخل كده واعمل عمود بلفة. بعدين هعمل سلسلة، هلف الخيط على الابرة، وعلى العمود اللي جاي هعمل عمود بلفة. بعدين هعمل سلسلة، وعلى العمود اللي جاي هعمل عمود بلفة، وبعدين اعمل سلسلة. يعني في السطر التالت انا بعمل فوق كل عمود عمود، بس بين الاعمدة سلسلة. هلف الخيط على الابرة، وعلى العمود اللي جاي هعمل عمود وبعدين سلسلة، وهفضل مكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. عدد الاعمدة هيفضل هو 24 عمود. فضلت اشتغل بنفس الطريقة على العمود عمود وبعدين بعمل سلسلة لحد ما خلصت 24 عمود. بعد ما عملت اخر عمود منساش اخد السلسلة، وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3، 1 2 3، ونقفل بغرزة منزلقة. السطر الرابع هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، ودول اول عمود ب2 لفة معايا في السطر ده. بعدين هبتدي اعمل 2 سلسلة، 1 2، مسافة بين الاعمدة، يبقى انا في السطر ده ارتفعت كله 6 سلسلة. هبتدي ان انا الف الخيط على الابرة لفتين، وعلى العمود اللي جاي اشتغل عمود ب2 لفة بالشكل ده كده. بعدين 2 سلسلة، 1 2. بعدين ماليش دعوة خالص بفراغ السلسلة، انا شغلي كله على الاعمدة. هبتدي ان انا اشتغل على العمود ده عمود ب2 لفة. العمود ب2 لفة بعمله ازاي؟ هلف الخيط على الابرة لفتين بالشكل ده، هدخل كده في المكان اللي انا هشتغل فيه، اخد من الخيط واطلع معايا على الابرة 4 حلقات. هاخد من الخيط واطلع من حلقتين، هاخد من الخيط واطلع من حلقتين كمان، واخد من الخيط واطلع من حلقتين بالشكل ده. بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، على العمود اللي جاي هشتغل عمود ب2 لفة بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة، 1 2، وهفضل مكمل بنفس الطريقة على العمود اللي جاي عمود ب2 لفة، وبعدين 2 سلسلة، 1 2، لحد آخر السطر. فضلت اشتغل بنفس الطريقة على العمود عمود ب2 لفة، وبعدين بعمل 2 سلسلة مسافة. ناخد بالنا ان في السطر اللي فات المسافة كانت سلسلة واحدة وكنت بشتغل عمود بلفة واحدة، لكن السطر ده كنت بشتغل عمود ب2 لفة والمسافة 2 سلسلة، وعدد الأعمدة ثابت معايا 24 عمود. بعد ما عملت آخر سلسلتين هقفل بغرزة منزلقة وأقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. السطر الخامس هعمل ايه؟ انا هبدأ شغلي من الفراغ ده، هدخل كده هنا في الفراغ واعمل غرزة منزلقة. شغلي كله في السطر ده على الفراغات، مش هشتغل على الأعمدة خالص. هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة. في نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة، وفي نفس الفراغ اللي انا ارتفعت منه بالسلاسل هعمل عمود بلفة واحدة وكمان عمود. يبقى انا كده كأن عندي 3 عمود في نفس الفراغ.
اللي هما التلات سلاسل اللي انا ارتفعتهم والعمودين اللي انا اشتغلتهم في نفس الفراغ. هبتدي ان انا على طول الف الخيط على الابرة، وعلى فراغ السلسلتين اللي جاي اعمل فيه 3 عمود بلف. 1 2 3. هلف الخيط على الابرة، وعلى طول على فراغ الاتنين سلسلة اللي جاي هعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. على الفراغ اللي جاي هعمل 3 عمود بلف. 1 2 3. وهفضل مكمل على كل فراغ 3 عمود بلفة لحد آخر السطر. فضلت اشتغل بنفس الطريقة على كل فراغ بعمل 3 عمود بلفة، ومفيش أي فواصل بين الشغل على الفراغات. يعني أخلص على الفراغ ده 3 عمود، أروح على طول على الفراغ اللي بعديه 3 عمود. بعد ما خلصت آخر مجموعة هقفل بغلزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول سلاسل أنا عملته بالشكل ده كده. السطر السادس هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة. 1 2 3. ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة معايا في السطر ده. هبتدي ان انا ازود كمان 3 سلسلة. 1 2 3. مسافة بين الاعمدة. هبتدي ان انا الف الخيط على الابرة. يعني انا في السطر ده ارتفعت كله 6 سلسلة. بعد ما لفيت الخيط على الابرة هبتدي ان انا اسيب 1 2، وعلى العمود التالت هدخل كده واعمل عمود بلفة. بعدين هعمل 3 سلسلة. 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة، هسيب 1 2، وعلى العمود التالت هعمل عمود بلفة بالشكل ده. بعدين 3 سلسلة. 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة، هسيب 1 2، وعلى العمود التالت هعمل عمود بلفة. بعدين 3 سلسلة. 1 2 3. وهفضل مكمل على كده بان انا هسيب 2 عمود، وعلى العمود التالت عمود بلفة، وبعدين 3 سلسلة لحد اخر السطر. فضلت اشتغل بنفس الطريقة بان انا بعمل عمود على العمود، بعدين 3 سلسلة، افوت عمودين واعمل عمود لحد ما وصلت لنهاية السطر. بعد ما عملت اخر 3 سلاسل هلاقي عندي عمودين، يبقى كده انا شغلي صح. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. قبل ما نبدأ السطر السابع حابب أقول إن عدد الأعمدة اللي هما دول في السطر اللي فات هيبقوا 24 عمود. السطر السابع هعمل إيه؟ هبتدي إن أنا أرتفع 3 سلسلة. 1 2 3. ودول أول عمود بلفة معايا في السطر ده. هبتدي إن أنا أعمل 4 سلسلة. 1 2 3 4. مسافة بين الأعمدة، يبقى أنا السطر ده بدأته بإن أنا ارتفعت 7 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة واروح على طول على العمود اللي جاي، ادخل كده واعمل عمود بلف بالشكل ده. بعدين 4 سلسلة. 1 2 3 4. ناخد بالنا ان المسافة بين الاعمدة في السطر اللي فات كانت 3 سلسلة. السطر ده 4 سلسلة. بعد ما عملت ال4 سلسلة هلف الخيط على الابرة واروح على طول على العمود اعمل عمود بلف. بعدين 4 سلسلة. 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة وأروح على طول على العمود أعمل عمود بلف. بعدين 4 سلسلة. 1 2 3 4. وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد آخر السطر. فضلت أشتغل بنفس الطريقة على العمود عمود، وبعدين 4 سلاسل مسافة لحد ما خلصت الأعمدة كلها. بعد ما عملت آخر 4 سلاسل
هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. 1 2 3. ادخل كده في السلسلة التالتة واقفل بغرزة منزلقة. السطر التامن هعمل ايه؟ انا شغلي في السطر ده على الفراغات، مش هشتغل على الأعمدة، وانا عندي 24 فراغ. هدخل كده في الفراغ ده واعمل غرزة منزلقة، بعدين هرتفع 3 سلسلة. 1 2 3. ودول بالنسبة لي أول عمود بلفة. جنب ال3 سلاسل دول على نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس الفراغ أعمل عمود، كمان عمود، كمان عمود في نفس الفراغ بالشكل ده. كده يبقى أنا كده كأني كونت 4 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4. هبتدي إن أنا أعمل سلسلة واحدة، هلف الخيط على الإبرة، هروح على فراغ السلاسل اللي جاي وابتدي إن أنا أكون 4 عمود بلفة. 1 بالشكل ده، 2 3 4. بعدين هعمل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هروح على طول على الفراغ اللي جاي، ماليش دعوة بالعمود، أنا بشتغل على الفراغات. هكون 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. وبعدين سلسلة بالشكل ده. هفضل مكمل بنفس الطريقة على فراغ السلاسل 4 عمود وبعدين سلسلة، وعلى الفراغ اللي بعديه 4 عمود وبعدين سلسلة، وما بشتغلش خالص على العمود، شغل كله على الفراغات. وصلت هنا لنهاية السطر بعد ما عملت آخر مجموعة مكونة من 4 أعمدة وبعدين عملت سلسلة. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. السطر التاسع هعمل ايه؟ انا عايز ابدأ شغلي من فراغ السلاسل ده. هبتدي ان انا اتحرك بغرزة المنزلقة لحد ما اوصل لفراغ السلاسل. هدخل كده في العمود اللي جاي واعمل غرزة منزلقة، كمان العمود اللي جاي اعمل منزلقة، كمان على العمود اللي جاي غرزة منزلقة، كمان هدخل هنا في الفراغ واعمل غرزة منزلقة. هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة. 1 2 3. ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة في السطر ده. هلف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ اعمل عمود بلفة وبعدين سلسلة واحدة. هلف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ 2 عمود بلفة. 1 وفي نفس الفراغ 2 بالشكل ده. يبقى انا كده كونت غرزة صدفة مكونة من 2 عمود سلسلة 2 عمود. بعدين هشتغل 2 سلسلة. 1 2. هلف الخيط على الإبرة، ماليش دعوة خالص بالأربع أعمدة دول. هروح على فراغ السلسلة اللي جاي هشتغل عليه غرزة صدفة 2 عمود. 1 2. بعدين سلسلة واحدة في نفس الفراغ 2 عمود بلفة. 1 2. بعدين هعمل 2 سلسلة. 1 2 بالشكل ده. هعملها معاكم مرة كمان. هلف الخيط على الإبرة، ماليش دعوة خالص بالأربع أعمدة دول. هروح على طول على فراغ السلسلة أعمل غرزة صدفة 2 عمود. 1 2. بعدين سلسلة واحدة، بعدين 2 عمود في نفس الفراغ. 1 2. بعدين 2 سلسلة. 1 2 بالشكل ده. قربت على نهاية السطر التاسع، فاضل عندي آخر فراغ
هشتغله معاكم. كنت بشتغل فيه غرزة صدفة، 2 عمود، 1 2، بعدين سلسلة واحدة، وفي نفس الفراغ 2 عمود كمان، 1 2، وبعدين 2 سلسلة، 1 2. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. السطر العاشر هعمل ايه؟ انا عايز ابدأ شغلي من فراغ السلسلة ده، يبقى هدخل كده بغرزة العمود اللي جاي واعمل غرزة منزلقة، وهدخل كمان بفراغ السلسلة واعمل غرزة منزلقة. هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة في السطر ده. هلف القطعة الابرة وفي نفس الفراغ اكمل غرزة الصدفة، هعمل عمود كمان وسلسلة و2 عمود في نفس الفراغ، 1 في نفس الفراغ، 2. يبقى انا بدأت السطر ده بغرزة صدفة، 2 عمود سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ. بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2. عندي هنا فراغ ال2 سلسلة اللي بين الصدفات، هدخل فيه كده واعمل غرزة حشو. بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2. هلف القطعة الإبرة وعلى فراغ السلسلة اللي في الصدفة اللي جاي ده هعمل فيه غرزة صدفة، 2 عمود، 1 2. بعدين سلسلة واحدة وفي نفس الفراغ 2 عمود كمان، 1 2. بعدين 2 سلسلة، 1 2. وعلى الفراغ اللي بين الصدفات ده هدخل كده واعمل غرزة حشو. بعدين 2 سلسلة، 1 2، بالشكل ده كده. هعملها معاكم مرة كمان. هلف القطعة الإبرة وعلى فراغ السلسلة اللي هو في الصدفة ده هعمل فيه غرزة صدفة، نفس الصدفة، 2 عمود، سلسلة واحدة، 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2. بعدين 2 سلسلة، 1 2. عندي هنا فراغ السلسلتين اللي هو بين الصدفات بتوع السطر اللي فات، هدخل كده في الفراغ واعمل غرزة حشو. بعدين 2 سلسلة، 1 2، بالشكل ده كده. هفضل مكمل بنفس الطريقة لحد آخر السطر. وصلت هنا لنهاية السطر بعد ما كنت بشتغل على الصدفة 2 عمود سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ، بعدين بعمل 2 سلسلة، وعلى الفراغ بين الصدفات بعمل حشو، وبعدين 2 سلسلة. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 من أول سلاسل أنا عملته بالشكل ده كده أهو. السطر رقم 11 هعمل ايه؟ هدخل كده في العمود اللي جاي اعمل غرزة منزلقة، وادخل في الفراغ بتاع السلسلة اعمل غرزة منزلقة. هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلف. هبتدي ان انا اكمل الصدفة بتاعتي، هعمل عمود كمان، يبقى انا كده عملت عمودين، بعدين سلسلة، بعدين العمودين التانيين، 1 في نفس المكان اهو، 2، بالشكل ده. بعدين هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. ألف القطعة الإبرة، الجزء ده كله ماليش دعوة بيه، أروح على طول على الصدفة اللي جاية أعمل فوقيها صدفة، 2 عمود، 1 2، سلسلة واحدة،
واتنين عمود في نفس الفراغ بالشكل ده. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3. ألف الخيط على الإبرة، ماليش دعوة خالص بالجزء ده. على فراغ السلسلة بتاع الصدفة اللي جاية هعمل فيه صدفة، 2 عمود، سلسلة واحدة، 2 عمود في نفس الفراغ، 1 2. بعدين 3 سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده كده. على الصدفة صدفة وبعدين 3 سلسلة. فضلت اشتغل بنفس الطريقة على الصدفة صدفة وبعدين 3 سلسلة. بعد ما عملت اخر صدفة منساش 3 سلسلة، 1 2 3، وهقفل بغلزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. السطر رقم 12 هو السطر رقم 10 من غير ما اغير اي حاجة. يعني هبتدي ان انا اتنقل بغرزة المنزلقة عشان اكون صدفة على الفراغ. عملت منزلقة على العمود وكمان منزلقة على الفراغ. هبتدي ان انا التفها 3 سلسلة، 1 2 3، ودول اول عمود. هلف الخيط على الابرة وفي نفس الفراغ اعمل عمود، سلسلة، واعمل في نفس الفراغ 2 عمود كمان، 1 2. يبقى انا كده كونت صدفة، 2 عمود سلسلة 2 عمود. هبتدي اعمل 2 سلسلة، 1 2، وعلى فراغ التلات سلاسل ده هدخل كده واعمل غرزة حشو بالشكل ده. بعدين 2 سلسلة، 1 2. هلف الخيط على الإبرة وعلى الصدفة هعمل صدفة، 2 عمود، 1 2. بعدين سلسلة و2 عمود في نفس الفراغ، 1 2. بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2. على فراغ التلات سلاسل اللي جاي ده هعمل غرزة حشو، بعدين 2 سلسلة، 1 2 بالشكل ده. فضلت اشتغل بنفس الطريقة على الصدفة صدفة، بعدين 2 سلسلة، على الفراغ حشو، بعدين 2 سلسلة. بعد ما خلصت اخر 2 سلسلة هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده. السطر رقم 13 هعمل ايه؟ على الصدفة هعمل صدفة، فهبتدي ان انا امشي بالمنزلقة لحد ما اوصل لفراغ الصدفة. كده انا عملت 2 منزلقة زي الاسطر اللي فاتت. هبتدي ان انا اكون صدفة، هرتفع 3 سلسلة، 3. دول اول عمود في نفس الفراغ، عمود. المرة دي بقى الصدفة الفراغ بتاعها هيبقى 2 سلسلة، 1 2. وهعمل 2 عمود في نفس الفراغ، 1 في نفس الفراغ اهو، 2. يبقى كل الصدفات اللي فاتت الفراغ بتاعها كان سلسلة واحدة. الصدفة دي في السطر ده الفراغ هيبقى 2 سلسلة. بعدين هعمل 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة، ماليش دعوة خالص بالجزء ده. هروح على فراغ السلسلة اللي في الصدفة اللي جاية واعمل عليه صدفة، بس الفراغ بتاع الصدفة 2 سلسلة. يعني هعمل 2 عمود، 2 سلسلة، مش سلسلة واحدة، و2 عمود في نفس الفراغ، 1 2. بعدين 4 سلسلة، 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة، ماليش دعوة خالص بالجزء ده. هعملها معاكم مرة كمان. هروح على الصدفة اللي جاية دي واعمل صدفة، بس الفراغ بتاعها من 2 سلسلة. هعمل 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ بالشكل ده. بعدين 4 سلسلة، 1
اتنين، تلاتة، أربعة. بالشكل ده كده. أهم حاجة بس ناخد بالنا إن الصدفة الفراغ بتاعها 2 سلسلة، والمسافة بين الصدفات 4 سلسلة. قربت على نهاية السطر، فاضل عندي آخر صدفة هشتغل عليها معاكم. كنا بنشتغل 2 عمود، 1، 2، بعدين 2 سلسلة، مش سلسلة واحدة زي الأسطر اللي فاتت. أنا بأكد تاني أهو، 2 سلسلة، 1، 2، و2 عمود في نفس الفراغ، 1، 2، بعدين هعمل 4 سلاسل، 1، 2، 3، 4. ماليش دعوة خالص بالجزء ده، وهقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3. السطر رقم 14 والأخير هعمل ايه؟ برضو أنا هبدأ شغلي من هنا، من الفراغ ده. هدخل في العمود اللي جاي ده وأعمل غرزة منزلقة، وأدخل في الفراغ وأعمل غرزة منزلقة. هرتفع 3 سلسلة، 1، 2، 3، ودول أول عمود معايا. جنب ال3 سلاسل دول هشتغل كمان 6 عمود بلفة في نفس الفراغ، عشان يبقى الإجمالي عندي 7 عمود بلفة. 3 سلاسل دول 1، بالشكل ده كده، 2، 3، 6، والعمود رقم 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. بعدين هعمل سلسلة واحدة، وعلى فراغ ال4 سلسلة دول هدخل كده وأعمل غرزة حشو، بعدين سلسلة واحدة بالشكل ده كده، وابتدي أكرر. هلف الخيط على الإبرة، وعلى فراغ الصدفة اللي جاي هعمل 7 عمود بلفة، 1، 2، 7. بعدين هعمل سلسلة واحدة، وبين الصدفات على فراغ ال4 سلسلة هدخل كده وأعمل غرزة حشو، بعدين سلسلة واحدة. هعملها معاكم مرة كمان. هلف الخيط على الإبرة، وعلى فراغ الصدفة اللي جاي هعمل 7 عمود بلفة، 1، 2، 7. بعدين هعمل سلسلة واحدة، وبين الصدفات على فراغ ال4 سلسلة هعمل غرزة حشو، بعدين سلسلة واحدة بالشكل ده كده. وهفضل مكمل بنفس الطريقة لحد آخر السطر. فضلت أشتغل بنفس الطريقة على فراغ الصدفة 7 عمود، بعدين سلسلة، على فراغ ال4 سلسلة حشو، بعدين سلسلة. بعد ما خلصت هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده اهو. هقفل كده، بعدين هعمل سلسلة تأمين. هجيب المقص، هسيب حتة للتنظيف، وأقص الخيط، وارفع الإبرة بالشكل ده. بقى معايا بالشكل كده. هجيب إبرة التنظيف وارجع لكم تاني. أنا جبت إبرة التنظيف اهو، ولضمت فيها الفتلة، وهبتدي ان انا انضف على الظهر اهو. هبتدي ان انا اخفي الفتلة دي بين الغرز بالطريقة اللي احنا بننضف بيها مع بعض على طول. هجيب المقص وابتدي ان انا اقص الخيط بالشكل ده. هي اتنضفت معايا اهي، واختفت خالص بين الغرز. بنفس الطريقة هنضف الفتلة دي، وارجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي. وده
بقى شكل المفرش بعد ما اتنضف زي ما انتوا شايفين، شكله حلو جدا جدا اهو. وبعد ما بننضفه بنبخ عليه مية ببخاخة وبنكويه على درجة حرارة هادية، بعد ما بنحط عليه قماشة بيضة عشان نثبت الغرز. لو جيت اقيسه بالشكل ده كده اهو، هلاقيه طالع معايا حوالي 35 سنتي. لو حبيت اعرف اخد مني قد ايه، حطه كده على الميزان اهو. زي ما انتوا شايفين اخد معايا 56 جرام. انا كمان اشتغلت منه ده زي ما انتوا شايفين بنفس عدد الغرز ونفس الاسطر وكل حاجة، بس ده انا اشتغلته بخيط المنجد الفتلة السميكة مع ابرة الومنيوم رقم 3. اداني مقاس اهو، حوالي 28 سنتي. ولو جيت حطيته على الميزان بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اخد معايا 42 جرام. طبعا الفرق في المقاس والفرق في كمية الخيط راجع للفرق في نوعية الخيط ومقاس الإبرة اللي احنا استخدمناهم مع كل نوع فيه، وده دايما اللي احنا بنقول عليه. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يكون الشرح سهل عليكم واكون قدرت اوصل لكم المعلومة. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم، وهستنى اشوف تطبيقاتكم على جروب القناة، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. ولو عندكم اي سؤال اكتبهولي في الكومنتات تحت وان شاء الله هرد عليكم. وانتظروني ان شاء الله في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.